تماشاوان جا گوتارک سر کمار عراقی هم به هبرال ابنر يساعد على أولا إنهاء مبدأ محاصصة حزبي لدوائر الدولة إداري همو والهيئات المستقلة دستكاني حكومة دا سلك دبلوماسي وعسكري وآسايش دا لقل التي حددها الدستور. ثانيا دوهم القضاء على الفساد كوتاي هنا بفساد ومحاكمة المفسدين قندلي ومحاكمة قندلكان قرانوي ما فكاني قشتي. سهم تعزيز الانتصارات التي حققتها قواتنا الباسلة ضد الإرهابيين سباي عراق لدستيان هنا دجي والحرية في جميع مدن العراق. رابعا تفعيل العمل الحقيقي من أجل كاراكرني كاري راستقينا بو مصالحي نيو دولة كوملغاو. خامسا يقريزي إيجاد حلول مناسبة لاجتياز الأزمة المالية الخانقة وبما لا يضر شريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود. سادسا ششم اعتماد برنامج متكامل وبشكل سريع باش لتطوير البنى التحتية بو بيشكوكردني الخدمات الأساسية المطلوبة پێشکەشکردنی هەموو خزمەتگوزاریەکان بۆ کۆمەڵانی خەڵکی عێراق. ئەمە چوارچێوەی گشتیە کە ئەبێت حکوومەت و پەرلەمان و پەیڕەوی بکەن وەک بەرنامەیەکی شەفاف لە کاتی خۆیدا. مەسئولیەتی ئێمە کە میلەت و حیزبەکان و سیاسیەکان کە هەڵبژێردراوی ئاینی و ڕاگەیاندنکاران و کۆمەڵگاکان کە پشتگیری ئیسلاح بکەین. مەسئولیەتی ئێمەش ئەوەیە کە هەمومان یەکگرتووبی لە ناو عێراقێکدا و میلەتەکەمان یەکگرتوو بێت. خوشکەکان، براکان، ئەمەوێت سپاستان بکەم لە ناخی دڵمەوە ئەو کەسانەی کە خۆپیشاندانیان کرد و مانیان گرت کە پابەند بوون بە مەبادیئی ڕادەربڕین و دیموکراتیەت و کە چوونە گۆڕەپانەکان و شەقامەکانی وڵات داوای خزمەتگوزاری باشیان دەکرد و ئیسلاحات کرێت و محاسبەی ئەو کەسانە بکرێت کە گەندەڵ بوون و دەستەخینە سەر دەستیان و لەگەڵیان دەبین کە داواکاریەکانیان هەیە و لەگەڵ ئەمەشدا دووپاتی دەکەمەوە کە مافی هەمومانە لە نێوان ئەوانەدا ئەندامانی پەرلەمان کە نوێنەری سوڵتەی میلەتن و کە مافی خۆیانە لە گزارشکردن و بە هەموو مەسئولیەتێک و بە کارامەت و بەبێ هیچ زەختێک و نەخۆشیەک. مەسئولیەتی ئێمە کە پابەند بین بە حیمایی دیموکراتیەوە و هي حماية وحدة الموقف الوطني على أسس دستورية وحفظ الحياة السياسية والممارسات الديمقراطية من دون الانجرار إلى المزالق والنفق المظلم في هذه الظروف الشائكة. نأمل وندعو پێمان باشە و داوایان لێ دەکەین لە ئەندام پەرلەمانەکان لەگەڵ هێزە سیاسیەکان کە ئاگاداری ئەم لایەنە بن بۆ بە هەموو شێوازێکی کە دووپاتیشی دەکەینەوە على هيبة الدولة واستقرارها. إنها خيمتنا جميعا وإن دستورها هو ما يوحدنا ويجمعنا وينظم حياتنا فيها. وبالتأكيد لا يغيب عن بال الجميع أن العراق حاليا هو مركز العالم لمحاربة الإرهاب ويحارب من أجل الحرية نيابة عن الأسرة الدولية وسط ظروف حالكة. ونحن بأمس الحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي معنا ودعمنا في حربنا المقدسة، كما نحتاج الدعم الدولي والإقليمي لحفظ